السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. لو انت دلوقتي خايف والخوف مسيطر عليك مخليك مش عارف تذاكر خالص، حاسس ان كل التعب اللي انت عملته في السنة هيضيع، حاسس بتقصير، مش عارف تذاكر، ركز معايا في الفيديو دوت لان الكلام اللي هقوله لك هيغير لك حالتك النفسية تماما. وبرضه هنتكلم عن جزء حسن الظن بالله وعلاقته باللي انت فيه دلوقتي بالخوف اللي انت فيه. وانا شايف ان دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي هتقدر تشيل لك الخوف ده خالص من قلبك. خلي بالك ان موضوع الخوف دوت موضوع مش سهل تماما وممكن يضيع لك تعب السنه كلها. بصوا يا شباب، صلوا على النبي. اولا موضوع الخوف اللي انت حاسس بيه دلوقتي ومسيطر عليك دوت، ده طبيعي جدا جدا، انا مريت بيه وزمايلي مروا بيه وكلنا مرينا بيه. ليه؟ لان انت خلاص داخل على امتحانات، فاضل شهرين وانت سنه كانت مرهقه جدا بالنسبه لك، وعندك احساس ان ممكن تعب السنه ده يروح على الفاضي. فانت لازم اي حد يعني بيذاكر وبيتعب فلازم يكون عنده الخوف دوت. يعني لازم، ده طبيعي جدا. على حاجه ان الخوف دوت اللي انت حاسس بيه دلوقتي ده ليه فايده. يعني ربنا ما خلقش حاجه عبث كده ملهاش اي تلاته لازمه، لا، الخوف ده ليه فايده. لو بيحركك بيخليك انت خايف ان انت ما تخشش الكليه اللي انت عايزها، خايف كليه احلامك تضيع منك، مش عارف ايه، خايف ان انت ما تجيبش المجموع اللي انت عايزه. لو بيحركك فده الخوف الصح. اما لو مخليك اساسا مش عارف يفتح كتاب، قلقان على طول، شلك بمعنى صح، فدوت غلط جدا جدا. دلوقتي الموضوع وصل بيك لمرحله صعبه جدا وخلاص انت مش عارف تفتح كتاب اساسا وخايف جدا. وخلي بالك ان الخوف ده هيزيد كل ما تقرب من الامتحان، الخوف ده هيزيد كل ما تقرب من الامتحان. فانا هقول لك على شويه حاجات عمليه، انا جربت منهم حاجات تعملهم، بحيث ان انت تعملهم عشان تقطع الخوف ده خالص وتوقف الموضوع اللي معطلك ده نهائيا. اول حاجه عايزك تقطع التفكير الزايد ده. يعني انا دلوقتي قاعد بذاكر، لقيت نفسي دماغي بدات بقى تسرح، وافرض ما عملتش، افرض ما جبتش، على طول اسحل نفسك في المذاكره. انت دلوقتي عليك الحاجه اللي في ايدك، اسحل نفسك في الكتاب، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وابدا كمل مذاكره زي ما انت بقى. ان انت تقسم يومك وتنظم يومك صح، بحيث ان برضو عقلك بيخاف من الحاجات الضخمه والكميات الضخمه، فما تزودش الخوف عليك اكتر والضغط عليك اكتر. يمكن ده احنا اتكلمنا فيه كتير. يعني تالت حاجه يا شباب، حاول ان انت تكتب، حاول ان انت تكتب الحاجات اللي الافكار اللي بتجيلك، مخاوفك ان انت تكتبها. انا كنت بعمل كده. اكتب الحاجات اللي بتجيلك، الافكار، كل الافكار اللي بتجيلك في دماغك تكتبها في ورقه وقطع امها وارميها على طول وابدا ذاكر. حاول ان انت تقرب لربنا ولكن عمليا، يعني مش مجرد كلام مثلا تحفيزي انت بتسمعه. يعني مثلا صلي كتير، ادعي كتير، استغفر، قول اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا، كل الكلام ده. بعمل ايه يا دكتور في الازمه اللي عندي ديت وانت ازاي اتعاملت مع المشكله ديت؟ هقول لك دلوقتي، وديت هي اللي نفعتني اصلا، اللي هو حسن الظن بالله. اولا الفتره اللي انت فيها ديت مش فتره مذاكره بس، يعني انت مش مطلوب منك ان انت تذاكر بس، انت لازم تحسن علاقتك بربنا. ويمكن احنا اتكلمنا باستفاضه في الموضوع ده في فيديو، هتلاقيه تاني فيديو على القناه، اللي هو فيديو حرمان التوفيق، اتكلمنا فيه ازاي تحسن علاقتك بربنا في الفتره دي، وازاي ان انت يعني ما تعملش ذنوب انت مش واخد بالك منها مثلا، تحرمك التوفيق وتحرمك البركه اللي انت محتاجها في الفتره دي. يا شباب، ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي. يعني ايه؟ يعني ربنا بيعاملك على حسب ظنك انت فيه. لو انت شايف ان ربنا هيضيعك ومش هتوصل، فاكيد اكيد اكيد هتعيش في توتر وهتعيش في خوف وكل الكلام ده، وهيسيطر عليك مش هيخليك تفتح كتاب. طب لو انت شايف ان ربنا هيكبر بخاطرك وان انت عملت اللي عليك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت عملت يعني جبت اخرك، عملت اللي عليك. انا كنت مقتنع بجمله كنت سمعتها في ثالثه ثانوي، مش متذكر من مين بالظبط، بس كان بيقول اعمل اللي عليك، يعني اعمل اللي عليك، هات اخرك، هات اخرك ومالكش دعوه. حتى لو كان اخرك ده مثلا بالنسبه لشخص تاني حاجه بسيطه جدا، هات اخرك. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا مش حاطك في المكان دوت وهو عارف سبحانه وتعالى ان انت مش هتقدر تعمل كده او مش هتقدر تخش الكليه، لا، ربنا حاطك في المكان ده وعارف ان انت هتقدر. كل اللي عليك بس انت تاخد بالاسباب وتجيب اخرك في المذاكره وتعمل اللي عليك. يعني بمعنى صح، لو انت شايف ان ربنا فعلا هيكبر بخاطرك فربنا فعلا هيكبر بخاطرك وهتخش الكليه اللي انت عايزها. وانا كنت بادئ دعاء جميل جدا في ثالثه ثانوي، لعند دلوقتي لسه بدعيه. يعني كنت بقول اللهم اني احسنت الظن بك فاجبرني. يعني يا رب انا محسن الظن بيك يعني بسعى وباخد بالاسباب وجايب اخري، يعني جايب اخري. فانا محسن الظن فيك وعارف يا رب ان انت هتجبرني ايا كان، حتى لو مش الكليه اللي انا نفسي فيها. يعني كنت دايما برضو بادئ بقول اللهم اختار لي ولا تخيرني. يعني مش شرط الكليه اللي انا نفسي فيها دي يبقى دوت هو النجاح، دوت هو الوصول. لا، انت ممكن ربنا يحطك في كليه مش هي الكليه اللي انت كنت متارجت عليها، بس يحطك في كليه انت تتخرج منها حاجه كويسه، تنفع الناس، تبقى شخص مؤثر في مكانك ويبقى ليك بصمه. فاظن ان مفيش احسن من اختيار ربنا ليك. ربنا بيقول يا شباب ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. واخد بالك انت من تكرار؟ يعني واخد بالك من تكرار؟ قال لك ان مع العسر مش بعد العسر. يعني الفرج موجود، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. كل دي ايات بتدل على ان ربنا فعلا هيجبرك وان ربنا رحيم وهو مطلع عليك وشايف ان انت بتعمل اللي عليك وبتسعى فعلا. فاظن ان مفيش احسن من كده.
وهتظن إن ما فيش راحة أكتر من كده يعني. فأنت ربنا مش مستنيك تكون كامل، ومش مستنيك تكون مثالي، لإنها مش بمجهودي ولا بمجهودك ولا بمجهود أي حد والله يا شباب. مهما عملت في ثانوية، مهما كنت بتذاكر ليل ونهار وربنا مش وفّقك، انسى إن أنت مثلًا تنجح السنة في ثانوية. فهي ولا بمجهودي ولا بمجهود من حد ولا شطارة من أي حد، بس هي توفيق من ربنا وحُسن ظن في ربنا. في الآخر يا شباب عايز أقول لك اتطمن، يعني الثانوية دي مش آخر الدنيا. خلّيك فاكر ومقتنع جدًا إن السعي عليك والنتيجة على ربنا، وامشي في طريقك واوعى تخاف، لإن فعلًا ربنا مش هيضيّعك وإن ربنا معاك. بس كده يا شباب بقى دعواتكم خلّينا نخلص من أسبوع الامتحانات اللي شلّنا دوّة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب، اشترك في القناة وفعّل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.